انا الله مش هاي النتيجة، مش هاي النتيجة، مشان الله يفلك أربعة. هسه كل المدريدين رح يرجعوا أبو أربعة، أبو أربعة، رجعت الأربعات، أربعة لونة. والله حافظ، والله حافظ السيناريو. يفلك مشان الله، يفلك مشان الله. حدا بدخل بهي التشكيلة مشان الله، حدا بدخل بهي التشكيلة يا زلمة. إذا بتدخل بتشكيلة زي هيك، كيف تدخل بهي التشكيلة؟ كيف تدخل بتشكيلة يا زلمة فيها أطفال؟ الدفاع عبارة عن أطفال قسما بالله. هذا ديميونو جيرجيز مش عارف اسم أهله يا زلمة. زبالة، زبالة قسما بالله، مدافع زبالة، زبالة سيء جدا 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 جدا. انا اقسم بالله قصر علينا كثير، ولهسه مش مستوعب الفوز على نادي برشلونه بنتيجه جدا كبيره. والله العظيم لهسه مش مستوعب كيف يعني نادي اوساسونا فاز علينا بهاي النتيجه. حدا يشرح لي يا جماعه. هانز فليك من كثر حبي لك، بس اليوم اخطات جدا بقراءه المباراه، ولاعبين نادي برشلونه كانوا جدا تايهين. اللي بده يحفل والله العظيم حقك، وما بلومك ولا 1%. خذوا راحتكم بالتعليقات. وارد لك لجماهير نادي برشلونه، بس ما تنسوا شيء واحد، هاي اللقطه بذمتك وضميرك ما فيها فاول على لاعب نادي اوساسونا. انا مش قاعد بدور حجج لفريقي، لا فريقي كان بيستاهل انه يخسر اليوم، بس انا سالتك سؤال وبدي اياك تجاوب بكل عقلانيه. هل كان باو فيكتور بيستاهل هون انه ياخذ فاول؟ زي ما حكيت لك ما بدور حجج لفريقي، بالنهايه انا متصدر. وهارد لك لجماهير نادي برشلونه. فيران توريس انت لا تصلح ان تكون لاعب كره قدم ولا 1%. ما عندك حتى اساسيات كره القدم، لا بتعرف تستلم ولا تلعب باص ولا تشوت ولا حول ولا قوه الا بالله. يا رجل انا نفسي اعرف كيف انت لعبت بنادي مانشستر سيتي ولك كم من سنه في نادي برشلونه حتى. يا رب قرب يوم اللي يطلع فيه من نادي برشلونه قبل ما يجلط. ابدا هذا برشلونه تشافي يا زلمه. هاي تشكيله تلعب فيها هي فليك مشان الله يا زلمه. شو هاللعيب اللي داخل فيهم؟ دومينيز هذا قلب الدفاع ولا ابصر شو اسمه يا زلمه، لحاله لبسنا 3 اجوال هيك زي السلام عليكم. تسبب ركله جزاء، والهدف الثاني منه يا معلم بينيه بتفرج عليها قاعد، والهدف الاول راسيه. وين متمركز يعني؟ مين ممسك حالك يا زلمه؟ هذا تمركز قلب دفاع بيلعب ببرشلونه مشان الله يا زلمه. شو هالمدافع ولا مارتن الظهير هذا من مره ما في اي فايده منه. وفيران توريس كالعاده يا معلم بخذلنا، بضيع انفرادات وبضيع، بعمل له لقطه حلوه مش انه يكملها لا بضيعها. يا اخي فاهمين انه في ضغط مباريات وفاهمين انه في ارهاق على اللاعبين، بس انت هيك خسرتنا بالاربعه اولا. ثاني اشي دخلت اللاعبين اللي مريحهم وارهقتهم، ارهقت صوتي كمان. يعني انت ارهقت اللاعبين وبنفس الوقت خسرنا وبرباعيه. لازم الواحد ببلش بالتشكيله الاساسيه يا معلم، بقدم كل شيء عنده في الشوط الاول وبحاول ينهي المباراه بهدف وهدفين، بعدين ببلش يجري تبديلات. مش انك تفوت تشكيله ماكله هوا وتطعمينا 4 بعدين تصير بدك تلحق بالنتيجه وتدخل احتياطيين وبنفس النتيجه بنخسر. بس الكل راح يتشمت ببرشلونه بعد ما كنا مرتبين وبنفوز وسلسله لا هزيمه واداء ونتيجه. دخلت بتشكيله دخلتنا فيها بالحيط معلم. تشافي استحى يعمل زي هيك. فبتمنى تصحيح المسار في المباريات القادمه وعرفنا انه عندنا دكه يا معلم شطب. يعني هسه عندنا لاعبين اساسيين ممتازين بس دكه شطب، ومش عارف شو حل هالمشكله. فاز كبارسا دائما وابدا. المباراة عما كانت النتيجة 1-0 لأوساسونا. هذه اللقطة لقطة الهدف الثاني دهس واضح على قدم باو فيكتور، لكن الحكم لم يحتسب شيء رغم أن اللقطة كانت أمام عينه، وأصبحت النتيجة 2-0 وغرفة الفار لم تتدخل. على الرغم أن قبل كم أسبوع تم إلغاء هدف لبرشلونة بسبب نفس هذه اللقطة. يعني في الأولى تم إلغاء هدف لبرشلونة، وفي الثانية تم احتساب هدف غير صحيح ضد برشلونة. يعني برشلونة المتضرر في كل الأحوال، هذا ما يسمى بالظلم. وفليك اليوم دخل المباراة ليست بالتشكيلة الاحتياطية، بل التشكيلة الاحتياطية للاحتياطية. لا رافينيا ولا لامين يامال ولا إنيجو مارتينيز ولا بالدي وغيرهم الكثير لم يشاركوا بشكل اساسي. رغم ذلك لامين يامال دخل في الشوط الثاني وسجل هدف تقليص الفار بتسديده صاروخيه من خارج منطقه الجزاء. مدافع برشلونه دومينيجيز قدم مباراه سيئه وتسبب بركله جزاء. ايضا فيران توريس قدم مباراه سيئه على الرغم انه صنع هدف وكان له هناك محاوله خطيره. في النهايه برشلونه تعثر، وهذا اول تعثر لبرشلونه في الدوري هذا الموسم. لكن رغم التعثر برشلونه ما زال متصدر، حتى في حال فوز اتلتيكو مدريد او ريال مدريد برشلونه سيزال هو المتصدر. هارد لك لعشاق برشلونه والقادم افضل باذن الله. انا فاتح بس قديش شفت الناس مبسوطه. تخيلوا كانه وينك، كانه عاطيهم هديه، عاطيهم كنز بس لانه برشلونه خسر. لهالدرجه لك فريق لاماسيا عم يلعب ومتصدر الدوري، لك خسرنا وبكره ريال مدريد اي نتيجه بيحققها ما زلنا متصدرين، ان كان فاز ولا تعادل ولا خسر عم نلعب باللاماسيا. على كل الاحوال خسرنا 4-2. نعم ما انتهى كل شيء، هذا شيء طبيعي. الاصابات، الارهاق، دخول بالمباراه بالتشكيله ما هي ظابطه اكيد مع لامين يامال ورافينيا. ان شاء الله القادم افضل. افرح يا حمدوني، لكن الطريق لساته طويل. والله انت برشلونة اليوم سيء وبنستاهل الخسارة. بلشنا بتشكيلة يعني كنا لازم نبلش افضل من هيك، لكن الزلمة فكر عمل مداورة لانه بده يريح اللعيبة لمباريات قادمة. الاصابات بتروح وما بترجع، عندك 8 اصابات اساسية. لكن هذا اللي صار. برشلونة اليوم كان سيء الشوط الاول والشوط الثاني. حركنا
اخر 10 دقائق بكت المباراة رايحة. لكن انا بدي افهم شغلة واحدة، التحكيم. يعني الهدف الثاني اللي سجلوه اوساسونا يا اخي في خطأ، دعس فغص اجر اللاعب من بينه يا عالم، مثل ما امام رايو لغى هدف لي. فليش؟ عسبت انه كوندي لمس اللاعب وما لمسش، لغاه. تخيل انت ما لغى لك اياه. يعني شو قصة اخت التحكيم معنا يا زلمة؟ اختي باس على اخت التحكيم على اخت الرابطة بتاعت الليغا، مسخرة والله، مسخرة اقسم بالله، مسخرة مش هيك. واليوم برجع وبحكي بنستاهل الخسارة. سلامات. أربعة. رجعنا لمودة يا معلم، الأربعة. رجعنا يا معلم مع عادة حليمة لعادتها القديمة وعادتها الأليمة. 4 يا ولاد المقربعة، يا ولاد الجربعة. 4 يا ولاد نفسكم كلها جابتنا يا ولد من اول الموسم وانا مكيف، ولا يا سيدي العزيز برخي بيضاتي، ولا معلم حاس حالي فحل، حاس حالي عتيل. رجعت يا معلم لمود يا سيدي العزيز مريم كلينيك. رجعت يا معلم لمود يا سيدي العزيز باد. رجعت يا معلم لمود تكوتا سوريمو. يعني اليوم يا معلم خوالات يا معلم فليك، يا معلم نفسي، يا معلم اضربك بالدك يا فليك. داخل يا سيدي العزيز صاب غرور، والغرور لما يصير مشكله داخل يا سيدي العزيز ابطال الديجيتال. صدقت حالك بسوسونا والفريق يا سيدي العزيز هذا مش خسران بارضه يا معلم. من اول مباراه تقريبا انت صغار، في عندك هذا مدافع قاعد بعلق زي الشلوكه، وجيرار مارتن يا سيدي العزيز يا معلم، تحس يا معلم ابوه مضيعه في الملعب يا كبير، وترس يا معلم قاعد بيلعب للاخر دقيقه يا معلم، ونجي فريق ابونا يا ولد تحس يعني اليوم الدفاع يا معلم لابسين كراسين خط ما شاء الله، شله بط يا لا والله لا لازم هيك يصير معنا احنا البرشلونيه يا ولد، نظل نكيف وبيوم واحد تتجمع علينا هموم الدنيا وتتجمع علينا ضباع الدنيا يا ولد. هسه مين بده يفكنا من المدريديه؟ هسه مين بده يفكنا من المدريديه غير اتلتيكو مدريد؟ والله العظيم كارثه اللي صار، اقسم بالله مباراه زبار اكلناها يا معلم على الناشف. بديش ابعر الدنيا يا اخوان، هاي مباراه للنسيان. بس يا رب يا سيدي العزيز ما يرجع مود تشافي ابن الحافي يا رب. بدك اليمين ما ورفيني وانا جاي طيب خش في طيزي انت وفريقك يلا. سبب الخسارة اليوم 4 ويا اوساسونا، يعني مو ماشيين بالطريق العدل. ليش تعوجها يا فليك؟ ليش تعوجها؟ بس اريد افتهم. يعني هاي تشكيلة بالله عليكم، هاي تشكيلة يعني منزل 6 لاعبين من التشكيلة الأساسية جالسين والله في سبيل يرتاحون وياهم ضد هو احنا من العام نعاني ضدهم، تجي اليوم وهم والله ماكو هيك يا فليك، والله ماكو هيك. يعني بالله عليك هاي تشكيله تنزل بيها منزل لي منه دومينيك لك. والله صار لي سنين اشوف كره قدم مثل جيرارد مارتن ومثل دومينيجيز سيئين. خوب تورس لا الله لا يوفقك، لا جوارديولا ولا تشافي من جبتوا لنا هذا التورس العطل ابن العطل. بالله عليكم هاي تشكيله لا حد يقول لي ولا ما عنده ولازم استراحه وما اعرف شنو. عوفونا من هاي السوالف، انهي المباراه وبعدها عود عندك استراحه بين ما يرجعوا لك اللاعبين ذولاك. منزل لي دومينيجيز للدقيقه 83 طلعه يا معود، نزل شو اسمه مارتينيز ماكو. والله تتحملها فليك اليوم الخساره ومستحقه مليار بالمية. لا حد يقول لي ما مستحقه، خساره مستحقه انتهت خلاص. خساره مبروك لاوساسونا والله العظيم كلها بتشفه والتشكيله بتشفه. فليك اليوم سبب الخساره انتهت.